بنت اختي كان عندها واحد صاحبها ابن خالة اللي جاب ميتين امه مخلف واحده بنت اسمها جوهرات. لقيت الوشوش كلها راحت باصه لبعض كده. ليه يا علي ما تعرفش؟ ابني كان عنده بطوله سباحه، بس اهم حاجه يمسك ميه. انا بالنسبه لي يمسك ميه ديت يعني يقطع بيبي، ما يعملش بيبي. فبعد ما خلصنا مسكت حمزه قلت له حمزه انت ماسك ميه؟ قال لي اه انا ماسك ميه بقى لي 3 ايام. قلت له لا 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 ولا هيجي له احتباس. لازم تقول نفس الجمله اللي الكابتن قايلها عشان تبين لك ان هي بروفيشنال مخضرمه يعني. المهم نفس الست ديت بعد ما خلصنا قلت لها حمزه كان ماسك ميه والحمد لله عمل كويس في البطوله. قالت لي خليه ينزل يفك ميه. فهي الست من الصرف الصحي، هي شفت صورته ورا الرئيس السيسي، فبيشتغل ايه وبتاع. قال لي انا يعني حرس جمهوري وبتاع. الراجل زي دوت ما فيش مواضيع كتير قوي هتعرف تتكلم معاه فيها. اما جه واحد صاحبنا جل الله وجهه يعني، قال له انت لو انت فعلا يعني الحرس بتاع الرئيس انا عايزك تطلب منه طلب. انا سنه 2015 كنت في شرم الشيخ في مؤتمر، اتصورت صوره انا والرئيس والاستاذ سامح ساويرس. انا عايز الصوره دي. مسكنا الشخره من الضابط جدا. انت روح اسال الرئيس هتلاقيه حاططها ايه تحت شريط حمائي جنب في الدبابه وبتاع، او افتح المحفظه بتاعته هتلاقي الصوره. انت متخيل ان الراجل دوت بقاله اكتر من شهر بينظر عليا وهو ما بيعرفش يلعب طاوله؟ قاعد على القهوه من حوالي اسبوعين صديقنا حازم، انا من طريقه كلامه وثقته في نفسه، الراجل مولع سيجاره وماسك كوبايه الشاي يقول لي دش تلعبوا ازاي ده يا معلم، وليه كلام كده ليه طريقه معينه، الفوكابلري بتاعه راجل فاهم قوي هو بيعمل ايه. فاهم؟ كل يوم يجي القهوه يعدل علينا وينظر على ميتين ابونا وما يقولش ما اعرفش جيت خسرت، قال لي عشان انت متسرع. بيديني انستراكشنز. هو اصغر مني في السن بس انت لازم تتعلم من البني ادم اللي فاهم. المهم المشكله ان اخوه علي كان قاعد معانا واحنا قاعدين بنلعب تمام، وقال له بقول لك ايه يا حزوم؟ قال له انت بتعرف تلعب طاوله؟ قال له لا.